مرحبا، صباح الخير، مساء الخير. رجعت لكم بفيديو جديد، وهاي المرة فيديونا صدق غير. أني دا أقول اللي ما راح يشوف هذا الفيديو راح تروح وتفوت عليه أشياء كلش هواية حلوة. احنا ما زلنا في بغداد وجمال بغداد والأماكن الحلوة في بغداد. اليوم راح أخذكم وياي المكان رئيسي إذا أنت راح تروح بغداد وتزورها. مثل ما تلاحظون احنا عبرنا من يم الشورجة أو شارع الرشيد، فإحنا متوجهين حالياً إلى شارع المتنبي. شارع المتنبي الكل سامع به وأغلب الناس تعرفه. بالنسبة للي مو عايشين بالعراق أو ما يعرفون، شارع المتنبي بالعراق هو من الشوارع اللي كلش مهمة ومشهورة بالعراق. هو شارع اسمه المتنبي، اسم شاعر عراقي مشهور جدا، عربي، عنده هواية من الأشعار وضليع باللغة العربية. طبعا مثل ما تلاحظون شارع المتنبي صار تحديث عليه، هو شارع كلش قديم طبعا مو وليد اليوم، لكن هو صار التحديث الحلو اللي خلى الناس تتشجع، وصار مركز من مراكز السياحة من تزور العراق خلال 3 أو 4 سنوات الأخيرة. صراحة الطريقة اللي مسوين بها الشارع كلش حلو. وطبعا أول ما تطب للشارع الشاي والقهوة والأكلة العراقية الجميلة الدولمة. طبعا كنا نعرف نسوي دولمة، بس هاي الدولمة في هذا الشارع إلها طعم مميز جدا خرافي. فمثل ما دا تشوفون احنا دا نتمشى في الشارع. طبعا أنا رحت في وقت مو متأخر بالليل، رحت شوية تقريبا مغربية، فكانوا هستوهم دي يحطون الغراض، دي ينزلون شغلاتهم. أنا شوية تلافيا للازدحام. فالشارع كلش حلو، مسوي بطريقة جدا جذابة للسياح. الأشياء والتحفيات والأعمال اليدوية والأشياء اللي هيجي اللي تبقى ذكرى، ممكن الواحد ياخذها ذكرى من الشارع، موجودة وكلش جميلة صراحة. مثل ما دا تشوفون أنه هواية أشياء إكسسوارات وكل جميلة. بسيطة هي، بس صدقوني من راح تطلعون من العراق وتاخذوها وياكم راح تصير ذكرى جميلة. طبعا هاي أنا كلش عجبتني هاي ميدالية هيجي على شكل طبيب، هاي ميدالية على شكل أسرة. حقيقة شغلات كلش حلوة. وهاي الأشياء اللي تلاحظوها حاليا أنا كلش أعشقها صراحة. هاي الأنتيكات والفلكلورات والتماثيل الصغيرة والقطع الرمزية الخاصة. هاي ممكن الواحد يجي ياخذها، أنا أخذت ليش كم قطعة تحطوها مثلا بكورنر بالبيت، أشياء جميلة تذكارية. طبعا أكثر ما يعجبني في شارع المتنبي بعيدا عن هاي الأشياء، مو بس أني، أكيد الكل، الكتب هناك حقيقة. أني دخت من وقفت قدام الكتب ما أعرف أخذ يا كتاب، ما أعرف هيجي حسيت صدق يعني أنه أنا مفتقدة أنه أشوف كتب عربية قدامي. إحنا بلندن شوية عنا مكتبات وعنا بزارات، لكن أنه أنت تقف في شارع عربي وتنقي كتب عربية، هاي كانت بمثابة فد شيء بالنسبة إلي كنز ثمين. فراح تشوفون لاحقا أنه أني غرقت في الكتب.
طبعا هنا مثل ما تلاحظون هنا نوع من أنواع الحرف اللي كلش يعني هي مو فني، هي كلش حلوة وغريبة في نفس الوقت، أنه أنت ممكن تكتب على القلادة اسمك على حبة تمناية، على رزاية، أو تنقشها على المعكرونة. فشيء يعني إحنا ما شايفيه، هي أشياء بسيطة بس والله هيك يعني كلش ممتعة صراحة. مثل ما تلاحظون هنا أكو اسم موجود على حبة الرز، حاولت أكبر لكم إياها حتى تقروها. فهو هاي الأشياء الحلوة، أنا سويت لي واحدة خاصة بعائلتي كلش حبيتها. فأيضا أسعارها حلوة، يعني مو فد شيء، هي بس مجرد تبقى ذكرى. وعجبتني صراحة، وكانت شيء جديد بالنسبة إلي أنه أنت تنقش اسمك أو شيء. طبعا ما زلنا في شارع المتنبي، وما زالت الأشياء هيك اللطيفة الحلوة، بطاطا، الدولمة، العصائر، حتى الأندومي. هنا أيضا ملاعب الأطفال، هيجي أشياء مو غالية. هو الحلو بالموضوع أنه أنت من راح تتمشى ما راح تلاحظ غلو بالأسعار، أشياء في متناول يد الجميع، ناس بسيطة تريد تسترزق. وهنا أيضا المحفظات، ويكتبون الاسم اللي أنتوا تريدوه على المحفظات، وهي من الجلد ومنقوشة بنقوشات عراقية حضارية كل جميلة صراحة. أني إجتني هدية العام. وهاي أيضا الأشياء الخزفيات والتعليقات. الحلو في شارع المتنبي أنه شارع حافل بالفن من جميع النواحي. هو أيضا فن خاص بالكتب، فن خاص بالإكسسوارات، فن خاص بالطباعات، فن خاص باللوحات مثل ما راح تشوفون لاحقا. حقيقة هو شارع ثمين بوجهة نظري الشخصية. وهنا أيضا الأشياء التراثية البغدادية. طبعا أني حاولت أنه أني أخلي الفيديو والمقاطع على السرعة الطبيعية مالتها. أني دائما في أغلب الأوقات أسرع الفيديو حتى بس لا يصير ملل. بس صدقوني أني حسيت وشعرت أنه هذا الفيديو والأشياء الموجودة خاصة في شارع المتنبي هي ما ممكن أجازف وأنه أسرع الفيديو، لأنه شغلات جدا جميلة، هي غير مملة. أكيد اللي يحب الفن ويحب الآرت راح يستمتع وياي. وأني حبيت أصلا هذا الفيديو يبقى ذكرى وياي بكل تفاصيله. فإذا كان الفيديو طويل إن شاء الله ما تملون ويكون عاجبكم. مثل ما تلاحظون إجيت يم الكتب حقيقة صفنت. صارت عندي هيجي وقفات كثيرة يم أهل الكتب. والحلو أن أنت تتصفح وتقرأ العنوان وتقرأ المختصر بالكتاب حتى تعرف هذا الكتاب يناسبك أو لا. كتب من جميع الأنواع، خصوصا الروائية، كتب فلسفة، كتب علم نفس، كتب دينية موجود على، كتب تاريخية موجود على اختلاف أنواعها. حلو جدا أنه أرجع وأقول أسعار الكتب جدا حلوة. إحنا عندنا بلندن هنا أعتبر أني أسعار الكتب غالية، يعني الكتاب ممكن تشتريه ب10 باونات بما يعادل نقول فد 12-13 دولار. أما متوسط سعر الكتب اللي أنتوا دا تشوفوها هي 5000 دينار عراقي، يعني بحدود نقول فد 3 دولارات. وهذا الشيء طبعا كلش هواية يفرق. أنت ممكن تقتني فد 4-5 كتب بدلا من أن تقتني كتابين. فأني كلش حبيت فقرة الكتب، وإذا أرجع البغداد مرة ثانية أزورها أكيد رح أرجع لشارع المتنبي من أجل الكتب ومن أجل الفن الموجود هناك. حقيقة كأنه تنعزل عن العالم وتحس أنه أنت في مسرح فني بكل الأشياء. مثل ما تلاحظون هنا اللوحات، حقيقة اللوحات كانت في منتهى الجمال والإبداع والإتقان، رسومات جميلة جدا. رح أترككم تتفرجون على اللوحات ويعجبني أسمع تعليقاتكم أو أقرأ تعليقاتكم بالأحرى بصورة أدق. شنو رأيكم باللوحات؟ أنا صراحة انسحرت بهاي اللوحات مع أنه سعرها غالي. أكو لوحات رخيصة أكو لوحات غالية، لكن أنا أشوفها تستاهل لأنه جدا جميلة ومرسومة بتقنية كلش حلوة. أترككم وأرجع لكم فد شوي.
طبعا عديد من المحلات خاصة بالفن وبالرسم، ومثل ما تلاحظون أن الرسومات هي أغلبها تراثية بغدادية، مرسومة بطريقة جدا حلوة وجدا جميلة. كلش كلش صراحة إتقان وإبداع بالرسم. و أني كلش يعجبني أرسم طبعا. عندي الرسم فد هواية كلش حلوة. فمن تشوفون هيك رسمات الإنسان يشعر أنه يعجبه يرجع للرسم، يعجبه أنه يحيي الموهبة مالته أو المتعة الهواية مالته. فانطتني هيك نوع من أنواع التحفيز أنه ليش ما الواحد يرجع يرسم ويلون ويسوي أشياء هي أكيد ما راح تطلع بهذا المستوى، لكن حلو الواحد ينمي موهبته أو الهواية مالته. هنا أشكال ألوان من الرسومات بجميع الأحجام. طبعا الرسم على القماش أيضا محتل هواية جانب من الرسومات. كلش عجبني الرسومات على القماش، حقيقة مرسومة بطريقة جدا جميلة. الرسومات واللوحات على اختلاف الأنواع. والجميل بالموضوع اللي أريد أنوه عليه أنه أنت ممكن تأخذها وتسافر بيها، وأنت ممكن يشيلوا لك إياها يعني البورد مالتها من الفريم، يلفوا لك إياها ما عليها أي شيء. فكانت شيء جميل. نرجع مرة ثانية للإكسسوارات والتماثيل والأشياء البغدادية الجميلة هيك الصغيرة. والحلو أن أنت تشوف ناس دا تلعب بدومنة، دا تلعب شطرنج، أحياء وأماكن بسيطة لكن إلها معاني كلش حلوة وإلها روح وجاذبية. أنا أحب هيك أماكن أكثر عندي مني أنا أروح مول أو أروح مطعم أو غيره. أنا أحب أتجول في الأماكن التراثية الموجودة بهاي البلد مثلا المعين. يعني أنا من رحت سافرت إلى مصر أيضا زرت الأماكن التاريخية، خان الخليلي وهاي الأشياء الشعبية، المناطق الشعبية. ما أحب المناطق اللي كلش هاي كلاس وهيجي تزعجني. هنا مثل ما تلاحظون هنا مقهى الشهبندر، مقهى كلش مشهور في شارع المتنبي، مفتوح للعوائل طبعا ليس حكرا على الرجال. أرجع أقول هو موجود بعوائل ونساء ورجال وكل الأنواع. إحنا طبعا ما دخلنا، أنا ما دخلت الصراحة لأنه كان كلش مزدحم، بس حبيت أني أخذ هيك صورة سريعة. ورا ما تكمل قهوة الشهبندر تدخل على سوق السراي. هو سوق أيضا شعبي صغير ممتد من شارع المتنبي، نفس الأشياء الموجودة بشارع المتنبي بس هو كلش معروف سوق السراي بهواية شغلات مشابهة لشارع المتنبي، بقرطاسية، الأشياء الخاصة بالمكتبات، الأوراق، الأقلام، أيضا الأشياء المعمولة باليد، التحفيات. هو مو شارع طويل، هو شارع جدا صغير ضيق، أعتقد هم يسموه دربونة، بس كلش حلوة أيضا وبسيطة هيك. يعني هم تونست صراحة، يعني قضيت وقت ممتع بيها وما طولت بيها، تقريبا 10 دقائق، لأنه أني هاي الفترة كلها أني إجيت قبل ما يفتحون، ومن كثر حبي بالشارع مال المتنبي قضيت وقت كلش طويل. فتقريبا سوق السراي هو يعزل بالدعش أو هيك شيء، فكان على نهاياته. يعني هاي المحلات الباقية اللي هي ما عزلت لحد هسه. انتظروني شوفوني أنا وين رحت ورا سوق السراي. رحت المكان كلش حلو، وأيضا هو فتشي لازم إذا جيت بغداد لازم تزوره، وإلا أنت بتحتسب إلك زيارة. شوف المفاجأة بعد شوية بالفيديو.
هنا خلصت من سوق السراي وطلعنا أيضا بنفس الشارع. أكو العبارة النهرية. العبارة النهرية على نهر دجلة كلش حلوة. فتشي كلش يونس الصراحة يعني. تاخذ لك هيك جولة على ضفاف نهر دجلة. والجولة ما تستغرق تقريبا 20 دقيقة بالعبارة النهرية. كلش أشجع اللي يروح هناك يصعد بالعبارة بيها. طبعا أنا ما أقدر أحط الصوت مال الأغاني على مود حقوق اليوتيوب، لكن بيها يشغلون بيها الأغاني العراقية الجميلة التراثية مالتنا اللي إحنا كنا نسمعها في أيام الزمن الجميل. كلش كلش حلو المنظر في العبارة وإنت قاعد وتسمع الأغاني الجميلة العراقية اللي صدق تسلطن عليها. كانت جولة ممتعة، قلت لكم مو طويلة أبدا، تقريبا 20 دقيقة من مسافة ما تصعد إلى أن تفتر بيك العبارة وترجع لنفس النقطة اللي أنت نزلت منها. أسعارها رمزية يا جماعة، مش ممكن يعني. يمكن هاي العبارة إذا موجودة عندنا هنا ياخذون عليها فد 15-20 باوند. إحنا صعدنا النفر ب3000 يعني. بدي أقول لكم الأسعار هناك فد شيء جدا يعني affordable. ومثل ما تلاحظون المنظر جدا حلو، الجو كان جدا جميل. الجو حاليا بالعراق هو حار لكن مو ذيك الحرارة القوية، انت تقدر تستمتع خصوصا بعد ما تغيب الشمس يصير الجو جدا حلو طيب وهواء. وأيضا على النهر يصير بارد مثل ما تعرفون. فأني كلش استمتعت بالعبارة النهرية لأنها قصيرة وحلوة وهواية ناس موجودين والأجواء جميلة والموسيقى حلوة. ففعلا بغداد بيها حياة. أنا ما توقعت هيجي، بس هي بغداد كلش حلوة بهاي الأشياء الجميلة البسيطة اللي ترد الروح مثل ما نقول. فخلصت العبارة ورحت المكان لأنه صراحة كل جعت. فشوفوا أني وين رحت وشنو أكلت. هنا هاي النصيحة لكل مسافر إلى بغداد بس هو مو عراقي. إذا أنت رحت لبغداد وزرت شارع المتنبي قبل إحنا نقول أو في طريقك بعد ما تخلص الشارع أخذ تاكسي مسافة 5 دقائق إلى الصدرية. سوق الصدرية طبعا سوق شعبي يخبل كلش حلو قديم مو وليد اليوم. السوق بيه طبعا أنواع الخضروات مثل ما تلاحظون، بأنواع القصاصيب أو اللحام. فأني رحت على المكان اللي هو الناس هواية تقصده من تيجي لبغداد، هو جيمر وكاهي رسول وكباب رسول. هذول هم بصف بعض وهم الصاحب واحد يعني المالك واحد. لكن إذا أنت ما أكلت من هذا المكان فأنت أنا أعتبر زيارتك ناقصة لبغداد. فمثل ما تشوفون أنه هذا الكلام كان بال12 بالليل أعتقد بالوحدة بالليل، وما شاء الله السوق لا ينتهي وما ينامون وما يعزلون. وهنا الجيمر والكاهي وتشرب حليب وعسل، وأطيب حليب وعسل وأطيب جيمر أنا ضايقتها بحياتي من هذا المكان الجميل. هذا الحليب مثل ما تشوفون يخبل به خيرات الله ويحط لك عليه العسل وتشربه هيك تحس صدقني بطاقة وحيوية ونشاط. وهذا المطعم مال كباب رسول. مطعم كباب رسول كلش أنصح به. اللحم هناك إلى طعم مختلف تماما عن كل لحومات العالم. هيك أريد أقول صدقوني مدى أبالغ، لأنه أنت واقف يعني دا تشوفون اللحم قدامكم مدى يشتغلون من اللحم الموجود، يعني لا بيغش لا بيشي. واللحم العراقي أرجع وأقول هو أطيب لحوم موجودة في العالم كلها مو بس في بغداد. طلبنا كباب، أنا أكلت تكة طبعا الشياش اللية أو اللية
من الخروف العراقي تختلف طعمها، ما موجودة بأي خروف آخر صراحة. واعذروني إذا أنا دا يعني أمدح بالأكل لأنه كان فد شيء فوق الوصف. هنا ورا ما خلصت الكباب والتكة والمعلاق واللية انداريت على الكاهي والجيمر والحليب بالعسل، بس ما أقولكم يعني حقيقة فولت، يعني أنا ما ماكلة بحياتي، بس هي أولا على اللمة وعلى المكان وعلى الشارع الحلو، والأكل نظيف وطيب. مثل ما تلاحظون هذا الكاهي والجيمر العراقي الأصيل اللي هو الناس هي أغلب الأوقات بالعيد تتريق من عنده، حقيقة يستاهل. وهيجي إن شاء الله يكون الفيديو عجبكم، لا تنسون اللايك والاشتراك، وانتظر تعليقاتكم وتفاعلكم ويانا، وانتظرونا فيديو جديد قريب جدا كلش إن شاء الله، وشغلات كلش حلوة. باي باي.